هو يوم من اوله بايظ، هو يوم زي الزفت. انا مش عارف اليوم ده هيعدي ازاي، بس يا رب كل ما اطلع من مشكلة ادخل في مشكلة تانية. تعالى تعالى، في ايام كده بتعدي عليك بتحسسك ان كل حاجة في اليوم مقفولة، كل حاجة في اليوم مش كويسة ووحشة، ومودك بيتغير بسبب اللي بيحصل في اليوم ده. بس هو في الحقيقة مش كده، المسلم دايما ما بيهزهوش حاجة، المسلم دايما سترونج زي ما احنا اتعودنا. اليوم دوت بيبقى فيه حاجتين، الحاجتين دول دايما في مصلحتك. ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجة كفارات الذنوب، يعني لما تتخبط برجلك في الباب وتقعد تتنطط في البيت زي الهنود الحمر وتبقى متضايق خالص ومش طايق نفسك، يجي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك حتى الشوكة يشاكها إلا وكفر الله بها من خطاياه. الحاجة الحلوة رقم 2 في اليوم اللي كله عقبات ومشاكل، ان هو هيخليك تعمل حاجة اسمها تضطر فتعبد. يعني ايه تضطر فتعبد؟ ان اليوم كله يبقى عقبات ومشاكل وهموم وغموم وكل حاجة، فترجع لربك وتقول له يا رب سهل، يا رب يسر، يا رب حل المشكلة اللي انا فيها، يا رب يا معين ماليش غيرك، يا رب عديها على خير. فانت يومك بقى كله عبادات، وبقى كله استغفار، وبقى كله تكفير ذنوب من غير ما انت تحس ومن غير ما تاخد بالك اصلا. شايف ربك رحيم بيك ازاي؟ لو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.